الخير عبد العزيز، مسي عليك بالخير على المشاهدين الكرام. مثل ما تفضلت احنا فعلا موجودين اليوم في سوق المزارع الكويتي في منطقة الري، والكل ما شاء الله الحلو فيها في هذا السوق ان عبد العزيز ان ما شاء الله الخضرة والخضروات اللي موجودة تجي من المزارع مباشرة عن طريق الشاحنات الى منطقة الري هنا اللي احنا موجودين فيها سوق انجاز، وهذا شيء جميل واشراف من بلدية الكويت. لكن راح نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع. معنا السيد نواف الجندل مسؤول التسويق والعلاقات العامة في سوق انجاز. اول شيء استاذ نواف مساك الله بالخير، يعطيك العافية، ونقول عساكم على القوة في هذا الانجاز الطيب اللي احنا نشوف ما شاء الله المواطنين والمقيمين ياخذون هالخضرة باسعار ما شاء الله مناسبة جدا لكل المسرين. اولا مساكم الله بالخير ومشكورين على الحضور. برنامج مساء الخير يا كويت طبعا هم دائما متواجدين في نفس المبادره هذه وغيرها. السوق والفكره كانت تقريبا من العام، كنا احنا مفكرين ان نجيب المزارع الكويتي ونحط له مكان، لان قاعد نشوف احنا بالسوشيال ميديا وايد مزارعين ان ما عندهم نقاط بيع او مو قادرين يوصلون الى المستهلك. فياتنا الفكره هذه من الموسم اللي طاف ان نسوي لهم مكان، وطبعا مع تعاون الاخت ابرار المسعود والاخوان في البلديه، واخونا طبعا مدير البلديه احمد المنفوحي ما قصروا وهيئوا لنا المكان هذا عشان نشتغل فيه ونجيب المزارع ويشوفون المنتجات. انا استغربت فعلا من قوه الانتاجيه المخزون الغذائي اللي موجود في مزارع الكويت من العبدلي والوفره، شيء ما شاء الله جبار. الانتاج اللي تشوفونه من فواكه، من موز، من تين، تستغرب ان هذا مو مستورد، هذا زراعة الكويت، يعني هذا بأرض الكويت. الإقبال كان جدا رائع. يعني الجمهور أثلج صدرنا انه حاب انه يشوف المنتج الكويتي ويحاب يدعم المزارع. حضور كثيف كان، والبيع خلال ساعتين تنفذ الكمية، ومساكين المزارعين تعبوا انه يروحون العبد يقطفون ويرجعون مرة ثانية الى السوق علشان ينزلون حق الجمهور. حتى لو نعرف المشاهد الكريم موقع هذا المكان، ساعات العمل عندكم انتم يومين بالاسبوع، حتى نعرف المشاهد الكريم متى تكونوا موجودين، ومتى شحناتكم توصل، ومتى ما شاء الله هل العروض اللي موجوده اللي احنا نشوفها باسعار ما شاء الله مناسبه للجميع. طبعا احنا في البدايه كانت مبادره لمده 4 ايام. يوم شفنا الاقبال احنا قررنا يعني مع اخواننا انجاز والاخت ابرار المسعود ان نسوي سوق سميناه سوق المزارعين او الفارمر ماركت. هذا خاص حق المزارعين فقط، الانتاج الكويتي، ما في شيء مستورد. نرفض الدخول المنتجات المستورده، فقط اللي تنتج داخل الكويت. راح يكون يوم الاثنين والثلاثاء من الساعه 10 صباحا الى الساعه 8 مساء، او ان تنفذ الكميه. متى نفذت الكميه يسكر السوق. لكن ما شاء الله الانتاج وفير، وقاعدين ما شاء الله الحين لحد الان احنا وصلنا يمكن الساعه كم الحين؟ الساعه 6 ونص 7 لحد الان في انتاج، وفي ما شاء الله مزارع خلصت اللي عندها، توكلوا على الله، لكن في ناس لا زالوا موجودين. الله يعطيكم بالعافيه. هذا المزارع الكويتي وانتم ما شاء الله قاعدين، هذه المواد الغذائيه الكويتيه من المزرعه توصل في الشاحنات، توصل هنا. نقول لك يعطيك العافيه سيد نواف الجندل مسؤول التسويق والعلاقات العامه في سوق انجاز. لكن ناخذ ضيفنا السيد والمزارع فيصل الزعبي، يعطيكم العافيه مزارعين الكويتيين وعساكم على القوه كونك المنسق في سوق انجاز، حتى نوضح اكثر واكثر للمشاهد الكريم عن بضاعتكم والخضره اللي موجوده واسعارها واماكنها وسهوله دخول الناس اللي موجودين، عماله موجوده بخدمه اللي حاب يتمشى في سوق انجاز وسوق الخضر اللي موجود، وهذا المكان الجميل اللي احنا نشوفه. نعم. اول شيء شاكر لكم حضوركم في سوق انجاز، وبالنسبه للبادره اللي من الاخت ابرار المسعود مع الاخ نواف الجندل، بارك الله فيهم، ودعموا المزارعين العبدلي والوفره في المكان هذا لحضور وتوفير المنتجات الكويتيه الطازجه، ليكون المكان هذا منفذ التسويق للمنتوجات الكويتية وقريبا للجمهور. وشرط أن تكون المنتوجات هذه كلها طازجة، تقطف صباحا والساعة 10 تفتح البوابة لاستقبال الجمهور. انا اشوف ما شاء الله هذا الاقبال الجميل اللي موجود، كذلك ان اللي حاب، يعني انتم ما شاء الله اسعاركم هم ما شاء الله بمتناول الجميع. يعني شلون قدرتوا تجمعون هالمزارعين في مكان واحد تحت سقف واحد في موقع واحد هو في الري؟
طبعا صار تواصل بيني وبين المزارعين، عرضت عليهم الفكره هذه البادره من الاخت والاخ نواف. طبعا استقبلوا البادره هذه بصدر رحب، لان في خدمه وطننا الغالي ويحتاجون المنفذ التسويق قريب عليه الجمهور كلهم. طبعا اتفقوا على ان يكون القطف طازج ويكون يوم الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع باذن الله. فيصل، انا بما ان يعني قبل لا نطلع على الهواء كنت اتمشى بين المواطنين واسالهم ها ايش رايكم شلون السوق؟ والله الكل ما شاء الله يشيد بهالاسعار الحلوه، يشيد بهالخضره الطيبه، ما شاء الله حتى تشوف ما شاء الله الشغلات كلها فريش وطازه، ما هي مرشوشه في مواد كيميائيه او في اشياء مثلا ترش، لا ما شاء الله من المزرعه للمكان حتى تاخذها بسيارتك وتروح تحطها في عندك في البيت، وهذا شيء جيد. صحيح، طبيعا كل المزارعين المشاركين في سوق الانجاز كلهم نعرفهم ونعرف المنتجات اللي عندهم، ما في اي مبادئ طبعا مبيدات مرشوشه، لذلك تكون طازجه على طول من المزرعه لمائدتك. هل هذه مثلا من المحميات اللي موجوده او مزرعات من الارض؟ ما شاء الله، لان ما شاء الله عندنا المزارع الكويتي يتفنن، احنا ما شاء الله مثل ما تفضلت عندنا التين وعندنا الموز وعندنا الحمضيات اللي موجوده ما شاء الله، حتى نوضحها للمشاهد الكريم. نعم، طبعا الحين في عندنا مزارع موجوده حاليا عندها انتاج الحمضيات، علشان نوري للجمهور ان القادر المزارع الكويتي يوفر الحمضيات وجميع الانواع الخضار. وفي مزارع موجوده حاليا عندها محميات او زراعه حقليه في انواع في الخضار، في محمي وفي حقلي. لو نتكلم عن الاسعار انا قاعد اشوف قبل شوي تقارنون بينكم وبين الجمعيات، كذلك اسعاركم تختلف ما شاء الله. طبعا جميع المزارعين عندهم قائمه بالاسعار سواء في المزاد ولا الجمعيات، لذلك طبعا ينزل عن سعر الجمعيات والمزاد ويكون متناول الجميع في سوق الانجاز ان شاء الله. فيصل، المزارع الكويتي الزعبي، قبل لا نختم هذا اللقاء شنو ودك تقدم رساله للمشاهدين الكرام يجونكم ويشوفون بضاعتكم ويجون يشترون وبضاعه ما شاء الله واسعار من احسن من احلى ما يمكن وسهله وعماله موجوده توصلك لسيارتك؟ هذه دعوه من اخوكم فيصل الزعبي للجميع، حضور سوق انجاز كل اثنين وثلاثة للدعم للمنتج الكويتي ولاخوانكم مزارعين الكويتيين. الله يعطيك العافيه المزارع الكويتي فيصل الزعبي، يعطيك العافيه، عساك على القوه والمنسق المزارعين في سوق الانجاز. كذلك نشكر السيد نواف الجندل، كذلك بلديه الكويت تكون موجوده ما شاء الله مشرفه على هذا السوق، ونقول حق المواطنين والمقيمين حياكم الله في سوق انجاز في منطقه الري، تجونها ما شاء الله الخضره الطيبه الطازجه من الشاحنات ومن المزارع، تطلع ما شاء الله بيوم الاثنين ويوم الثلاثاء من الساعه 10 الى الساعه 8 بالليل. راح نرجع الى عبد العزيز والاداره لتكمله فقرات برنامج مساء الخير. لكم الهواء، تفضلوا. ضيفتنا القادمه الدكتوره ناديه الحمدان، استاذ علم النفس بكليه